السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان كانوا أجدادنا بيقولوا البيت اللي من غير دقيق دايما يبقى في ضيق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو ما عندكيش دقيق في البيت تعملي منه اي حاجة لولادك او حاجة مخبوزات في البيت يبقى دايما في ضيق. انا جربت الموضوع دوت فعلا. لما ما بعملش حاجة لاولادي في البيت يا اما بيطلبوا مصروف زيادة عشان يشتروا حاجات من بره، وما بتبقاش طبعا بطعامة ولا بنظافة حاجة البيت، وطبعا بتبقى غالية. تاني حاجة كمان انت بتحسي ان البيت فاضي مفيهوش حاجة، يعني ما تحسي كده ان لو طفلك جعان مش لاقي حاجة ياكلها يفضل يدور ويخبط هنا وهنا مش لاقي حاجة ياكلها. فاحنا لازم ان احنا نوفر ونعمل وصفات في البيت بأقل الامكانيات، وفي نفس الوقت ما نكلفش نفسنا، بس حاجة نظيفة حاجة جميلة كده وموفرة، وهنعملها بأقل الامكانيات. تعالوا نعمل مع بعض شوية قرص بشوية اللبن اللي هينزلوا من القشطة. انا كنت مجمعة عندي في التلاجة في الفريزر، كل ما بغلي لبن بروح شايلة من على وشه القشطة بتاعته. طبعا بعد ما بتتجمد وبحوش شوية كويسين بروح مجمعهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. بضربهم يا اما في العجان اللي هو المضرب، او بمضرب يدوي او بايدك، بتاخد ايه بالكتير 7 دقايق. طبعا زي ما انتوا شايفين انا طلعت من القشطه شويه الزبده اللي انتوا شايفينهم دول. طبعا الزبده جميله جدا وطعمها حلو قوي وحاجه مضمون. انا خدتهم كده حطيتهم على النار عشان يسيحوا كده على نار هاديه جدا، وبعد كده هبدا اشتغل بقى في العجان. العجان ما تقولوش ده وسخ ومش عارفه ايه، لا ده مكان القشطه اللي انا ضربتها. هو طبعا مليان زبده، فعشان كده انا هستغل بقى شويه اللبن اللي نزلوا دول، خدتهم عشان اسخنهم وفضيت العجان، بس سبت مكان الزبده زي ما هو عشان خاطر اعمل شويه قرص كده على السريع. انا عندي هنا 2 كيلو من الدقيق، انا بنخلهم طبعا. كل ما تنخلي الدقيق في اي مخبوزات بيديكي كده حاجه هشه كده من جوه، وكمان للامان برضو عشان لو في حاجه مثلا وقعت في الدقيق ولا حاجه وما خدتيش بالك، برضو ايه بتاخد يعني ايه بتطلع في المصفى. زي ما انتوا شايفين كده انا بعملهم كده بالمصفى اللي عندي سلك، وبعد كده هنحطهم في العجان وهنبدأ ننزل ببقية المكونات. زي ما قلت لكم انا القشطة طبعا انا شلت اللي هو الزبده بعد ما اتعملت. انت بتضربيها على سرعه عاليه في مضرب البيض او في المضرب في العجان لو عندك عجان او في ايدك، بس انا عشان عندي مشاكل في ايدي فبعملها في المضرب اللي هو الايه الخاص بالعجان. طبعا زي ما انتوا شايفين انا حطيت 2 كيلو من الدقيق، نخلتهم كويس بالمضرب السلك، وبعد كده هنزل عليهم بالمكونات التانية. ما ننساش ان احنا في زبدة كانت موجودة في اللي هو اللبن اللي نزل من السمنة. هو ده اللبن اللي نزل من السمنة. طبعا انا حطيت 1.5 كوباية من الزيت، وكمالة 1.5 كوباية من الزيت انا هستعمل اللي هو هيبقى فيه الزبدة اللي هي كانت سايحة في اللبن، فدي انا هستفيد بيها برضو اللي هو السمنة يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت ب1.5 كوباية من الزيت، وبعد كده يعني يعتبر كل كيلو بياخد معايا كوباية مليانة زيت على سمنة او سمنة بس زي ما انت حابة. طبعا انا حطيت هنا اللبن برضو انا دفيته، لازم يبقى دافي شوية عشان الخميرة تشتغل معانا بسرعة. حطيت على الدقيق برضو 2 معلقة كبار من الخميرة، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من البيكنج باودر. طبعا كل كيلو دقيق معاه معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وحطيت 4 معالق كبار من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. وبعد كده هنبدأ نعجن فيهم لحد ما يديني عجينة تكون لزجة شوية كده، تلزق بس سنة بسيطة، عشان كل ما يكون العجين لزج شوية او بيلزق سنة بسيطة كده هيديكي نتيجة حلوة والقرص تبقى طرية. طبعا ممكن تعجنيها بلبن، ممكن تعجنيها بلبن رايب، ممكن بزبادي ولبن، زبادي ومية، اي حاجة من دي بتمشي معاكي. لكن انا هنا عملتهم باللبن اللي هو نزل من القشطة اللي انا ضربتها بالمضرب، فعشان كده اعطاني طبعا اللي هو الايه يعني بدل ما ارمي اللبن دوت استفدت بيه. قلت اعمل بيه شويه معجنات كده على السريع، شويه قرص كده بيبقى طعمه جميل جدا. هو بيبقى لبن، وطبعا بيبقى فيه الدسامه بتاعه القشطه او اللي هي الزبده يعني اللي طلعت منه بتبقى ماليه اللبن ده، فبيبقى طعمه حلو قوي.
زي ما انتوا شايفين طبعا العجينه اتعجنت معانا كويس. وعايزه اقول لكم برضو ان انا حطيت معاها معلقتين كبار من اللبن البودره، بيدي طعم حلو قوي للمعجنات، وبيديها كمان قوام كويس يعني. وحطيت معاهم كمان شويه من الفانيليا. زي ما بوريكم كده الزبدة انا حطيتها صفتها كويس من اللبن اللي فيها، وبعد كده حطيتها على نار هادية جدا عشان خاطر تسيح معي، وهوريها لكم برضو في الفيديو وهي سايحة عاملة ازاي. طبعا بعد ما خلصنا العجينة انا حطيتها تعمل يعني تخمر على جنب كده ساعة مثلا في الحر، وممكن ساعة ونص كده، وممكن تحطيها في مكان دافي في الشتا، تقلي عليها مثلا الغطا عشان خاطر تخمر معاكي كويس. زي ما انتوا شايفين العجينة هشة وجميلة وطرية جدا، مش بتلزق وفي نفس الوقت طرية. هنا طبعا بنجيب اللي هو الصواني اللي هنرص فيها، بندهنها سنة بسيطة جدا من الزيت، لان احنا عندنا هنا مادة دهنية قليلة في العجينة، فمش هينفع ان احنا ما ندهنش الصواني عشان ما تلزقش معانا. زي ما انتوا شايفين طبعا انا معايا حتة من العجوة صغيرة كده هحشي بيها شوية. ممكن تحطي على العجوة دي سمسم، ممكن تحطي عليها معلقة سمنة بتديها طعم حلو قوي، ممكن شوية قرفة، ممكن تحطي عليها مثلا التوابل بتاعة الكحك الناعم اللي بنعمله في العيد. فكل الحاجات دي افكار حلوة ممكن للعجوة، بس انا استخدمتها سادة يا دوب، كانت طرية عندي يعني فاستعملتها على طول، ما حطيتش عليها حاجة. زي ما انتوا شايفين كده طبعا بنعمل اللي انا بعلم هنا القرص عشان خاطر اعرف اللي هي معمولة بالعجوة واعرف منها السادة. بنعملها كده خط 3 خطوط كده او خطين بسكينة رفيعة سنة بسيطة كده عشان نعرف اللي بالعجوة من السادة. بنقطعها حتت صغيرة ونكورها كويس، وبعد كده نحط فيها الحشوة، وبعدين نعملها كده زي ما انتوا شايفين نرصها في الصواني. هنا طبعا انا سيحت السمنة او الزبدة يعني وحطيتهم في برطمان. زي ما انتوا شايفين عطاني كمية تقريبا كيلو من السمنة السايحة، فيعتبر هنا وفرت حاجتين، عملت سمنة في البيت وفي نفس الوقت عجنت شوية معجنات على السريع كده وانا واقفة في المطبخ على طول. زي ما انتوا شايفين طبعا انا سبتها تخمر شوية بتاع ربع ساعة، وبشغل الفرن من تحت بس مع المروحة، وتحطيها في نص الفرن كده لحد ما يسخن، وبعد كده بندخل المخبوزات على فرن سخن. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا دهنت الوش بيض مع شوية لبن، او ممكن لبن بس ومع معلقة سكر صغيرة وسنة فانيليا، وبيدي لون حلو قوي مظبوط للمعجنات. زي ما انتوا شايفين انا بشغل الفرن والمروحة على درجة حرارة 200، وطبعا بنشغل بس من تحت. لو الفرن عندك ضعيف ممكن تشغلي الفرن والشواية مع بعض، او الفرن لحد ما تاخد وقت اللي هو اللون من تحت، وبعد كده بتشغلي الشواية في الاخر عشان تاخد لون من فوق. بس طالما ظبطت العجينة هي بتاخد لون لوحدها من السخونة بتاعة الفرن، وتظبط معاكي على طول من غير ما تشغلي الشواية. نفسي تجربوا الوصفات بتاعتي اللي انا بعملها دي، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات عندي. ولو ما اشتركتوش لسه في القناة تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو انا بعمله. والسلام عليكم ورحمة الله.